يشرفنا تشتركونا في القناة وضغط اللايك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. السلام عليكم، كيف حالكم يا أصدقائي؟ استفز إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي جماهير بايرن ميونخ بملعب أليانز أرينا خلال مباراة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل المهاجم النرويجي هدف تقدم المان سيتي في الدقيقة 57 ليزيد صعوبة مهمة أصحاب الأرض في التأهل. وجاء الهدف بعدما أهدر هالاند ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول حين أطاح بالكرة أعلى العارضة. وبمجرد وضع هالاند للكرة في الشباك محرزا هدف التقدم لفريقه، ركض نحو مدرجات جماهير الفريق الألماني واحتفل أمامهم بطريقة استفزازية. وأشار مهاجم بوروسيا دورتموند السابق للجماهير البافارية بإصبعه مطالبا إياهم بالصمت، حيث بدا وكأنه رد على هتافات أو صافرة استهجات قد تعرض لها أثناء المباراة. وسبق لهالاند اللعب ضمن صفوف دورتموند الغريم التقليدي لبايرن ميونخ لمدة 2.5 عام قبل رحيله صوب المان سيتي الصيف الماضي.